النهارده مقاديرنا بسيطة جدا ويعني أسهل طريقة للكرواسون. معايا كوباية مية دافية، كوباية إلا شوية كده. تمام. مية دافية ومعايا باكو خميرة. نحط المية الدافية الأول في البولة وبعدين عليها باكو الخميرة وعليها معلقة سكر وبنقلب كويس قوي. تمام. طبعا السكر عشان الخميرة لازم عشان تتفاعل معاه. تمام. وبنقلب كويس قوي. بعد كده بيكون معانا معلقة زبدة أو سمنة. انا الحقيقه مستعمله هنا سمنه كريستال هايله جدا. كانش عندي متوفر زبده. وبرده يعني عشان ما ترهقيش نفسك لو مش متوفر زبده، سمنه نوعها نظيف وزودي معلقه. بتزودي معلقه وبتقلبي كويس جدا. تمام. لغايه ما بتدخل المكونات مع بعضها. وما تقلقيش ان السمنه ما دابتش، عادي جدا بتتعجن مع الدقيق. انا معايا كوبايتين ونص دقيق. زودت شويه بشويه. وطبعا هنزود ميه تاني لان اكيد يعني هي المفروض تاخد الكوبايه كلها، بس انا حطيت في الاول شويه ميه عشان برضو نوع الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، من نوع لنوع. تمام. انا قلبت كده شويه وبعدين زودت بقيه الدقيق. وهو كده محتاج ميه فانا زودت ميه. يعني الميه اللي احنا اخدناها بمقدار كوبايه، اللي هي مج الشاي، كوبايه كامله، كوبايه سايحه كمان. يعني كانك بتشربي ميه في كوبايه سايحه. تمام. مج الشاي العادي اللي احنا بنشرب منه. وعجنت لغايه ما اتاكدت ان العجينه تمام. عجينه طريه بس متماسكه، مش ناشفه يعني. ومش بتشبط في الايد كده، مش بتلزق. كده تمام. خلاص. وانت عايزه تتاكدي من العجينه بتاعتك. لما العجين يسيب البوله خالص يبقى كده تمام التمام يعني. تمام. وغطيناها بكيس من اكياس العيش، غطيناها بفوطه لغايه ما خمرت. تمام. ومش مهم يعني ان تغطيها بالاسترتش. انا عندي استرتش زي ما وريتك، بس عادي جدا غطيها باي كيس من اكياس العيش، وده على فكره اسهل واحسن. تمام. هي كده خمرت طبعا وبقت زي الفل زي ما انت شايفه، تبارك الرحمن يعني. بعد كده على مفرش بقى العجين، الاختراع هايل يا جماعه، مفرش العجين ده جدا. آه، رشيت شويه دقيق وبعدين بتنزلي العجينه بتاعتك. تعمليها على شكل اسطوانة عشان تقدري تشكليها كور. يعني إلى حد ما تبقى مقاس بعضها. بس طبعا الموضوع بيبقى يعني ممكن يبقى فيه كورة أكبر من كورة، عادي مفيش مشاكل. يعني تفرديهم على طبق. يا ترشي دي يا كيس من أكياس اللبن. تفتحي وتفردي الكيس على الطبق، وده بيبقى أسهل جدا. وتحطي عليه الكور. تمام. ناخد بقى أول كورة أنا عملتها ونفردها كويس بالنشابة. تمام. وعلى هيئة دايرة أو مستطيل. لو عايزة تعملي باتيه، انت ممكن العجينة دي تعمليها باتيه وتعمليها كرواسون. يعني زي ما انت عايزة تتشكل النوعين. عجينة بجد هايلة جدا جدا، جربيها وان شاء الله مش هتندمي خالص. واكتبي لي في التعليقات التجربة طلعت معاكي ايه. تمام. احنا كده فردناها. مع كل كرة بنفردها بنزود سمنة. زودنا سمنة. برضو انا عملت كيس بتاع لبن وفتحته وفرشته في الطبق. الدوائر اللي انا بفردها مع كل دايره تدهنيها سمنه وتحطيها على الدايره اللي انت حطيتيها في الطبق، ما عدا الكوره بقى الاخيره. دي بتفرديها وبتحطيها على بقيه اللي انت فردتيه، بس مش بتدهنيها سمنه. تمام. بتقفلي الكيس او تحطي الطبق في كيس تاني، او شوفي كل الطبقات سمنه ما عدا الطبقة الأخيرة. تمام. بتطبقي الكيس وبتحطيها في التلاجة لمدة 10 دقايق بالظبط، عشان السمنة يعني تتماسك كده شوية أو الزبدة. وتقدري تفرديها تتفرد معاكي كويس وبكل سهولة. تمام. احنا كده طلعناها من التلاجة وقلبناها. اهي قلبناها بقى تاني. كده الوش اللي احنا كده زي ما احنا حاطينها. تمام. وبتفرديها بقى بالنشابة. وبرضو زي ما قلت لك دايره او مربع عشان تعمليها باتيه زي ما انت عايزه يعني. تمام. انا فردتها دايره، بس الدايره ما كانتش متساويه قوي. ف بتقطعيها بالقطاعه، بتعملي الحروف كده زي ما انت شايفه كده. بتعملي الحروف بقى، بتقطعي الحروف. تمام. بس طبعا العجين ده احنا مش هنرميه ولا هنهدره، احنا هنستعمله تاني. تمام. اهي الدايره كده تعتبر متساويه.
تمام. وبتعمليها بقى من النص، بتقطعيها من النص يعني كده. العجينه دي طبعا هنستعملها تاني، هنشكلها تاني. بتقطعيها كده من النص بقى، وبتقطعيها زي الاحجام اللي انت عايزاها، حجم صغير حجم كبير، مفيش مشكله خالص. وبتحشيها الحشوات اللي انت عايزاها. انا معايا هنا جبنه بيضه ومعايا شوكولاته نوتيلا. نص الدايره هحشيها جبنه بيضه، ونص الدايره التاني هحشيها نوتيلا. طبعا الحشوات ده دي حسب الرغبه، ممكن لانشون، ممكن زي ما بقولك لو عملتيها باتيه تحشيها لانشون، جبنه شيدر، جبنه رومي مبشوره، بتبقى هايله جدا جدا بصراحه. وممكن ترشي كمان على الوش سمسم، ده لو عملتي باتيه. انما الكرواسون طبعا بيبقى معلوش سمسم يعني، يفضل. تمام. وممكن تشكليها على فكرة على هيئة معجنات تانية، يعني مش مهم شكل الكرواسون، بس هي العجينة دي أساسها كرواسون. شوف الشكل جميل ازاي. ومش عايزة أقولك بقى العجينة بعد ما بتتخبز بتبقى روعة روعة روعة. بجد جربيها. هي عجينة سهلة جدا وطعمها هايل جدا، وبتتعمل بسرعة جدا. انت عايزة، لو عايزة تزودي طبعا المقدار، بتزودي خمس كوبايات دي، وبتزودي بقى بتضاعفي كل حاجة. انا شكلتها وهي اتشكلت كده في الصينيه زي ما انتي شايفه. وبرده بتشيليها شويه، والحته الصغيره العجينه الصغيره شكلناها برده. بعد كده بتسيبيها 10 دقايق، بتغطيها. بعد كده بتجيبي بيضه وعليها نقطه فانيليا، وبتدهني الوش. يكون طبعا الفرن ساخن على 120 180 درجه اسفه. وطبعا ما تحطيش اي معجنات في الفرن، والفرن بارد، لازم يكون ساخن جدا عشان تترفع على طول. تمام. بتدهني الوش وبتحطيه على الشبكة اللي في النص. وبعدين تحمري الوش بقى، تقيدي البوتاجاز من فوق او من الدرج اللي تحت، يعني حسب نظام بوتاجازك. تمام. هنحطها بقى في الفرن دلوقتي. اشوفي طلعت ازاي. هتقعد 10 دقايق بالظبط، مش اكتر يعني لو فرنك مش قوي كده هتقعد 10 دقايق او ربع ساعة. تمام. شوفي زي ما انت شايفه كده، هايله هايله بجد. الريحه والطعم. على فكره عايزه اقول لك برضو ان احنا حطينا معلقه ملح، بس الكاميرا قطعت مني. يبقى مع العجين مع الدقيق بنحط معلقه ملح. بصوا من جوه يا جماعه، هايله هايله اسفنجيه وهايله، ولا فيها ولا ملكومه زي ما بيقول ولا اي حاجه خالص. والطعم هايل جدا. اعمليها لفطار واولادك واسرتك. وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وان شاء الله جربوها واكتبوا لي في التعليقات، وهسيب لكم الطريقة في صندوق الوصف. الى اللقاء. هو ايه؟